في الأصل، لعبة الحبار ليست قصة حقيقية، ولكنها مستوحاة من لعبة شعبية كانت شائعة في كوريا الجنوبية خلال السبعينيات والثمانينيات. في ذلك الوقت، كان الأطفال يجتمعون في الشوارع والساحات ليلعبوا هذه اللعبة التي تجمع بين الحركة والتخطيط. إذا أعجبتك القصة، لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وتشترك في القناة لتتابع المزيد من القصص المشوقة. تسمت اللعبة لعبة الحبار لأن الملعب يرسم على الأرض بخطوط تشبه شكل الحبار. يتكون الملعب من دائرة في الأعلى، رأس الحبار، ومربع في الأسفل، جسمه، وخطوط تصل بينهما، أذرع الحبار. اللعبة تعتمد على التنافس بين فريقين، فريق الهجوم وفريق الدفاع. يجب على فريق الهجوم أن يدخل إلى رأس الحبار دون أن يلمس من قبل فريق الدفاع. ولكي يفعلوا ذلك، يجب عليهم التحرك بحذر ومهارة، بينما يحاول فريق الدفاع دفعهم خارج الخطوط. رغم بساطة قواعدها، كانت اللعبة ممتعة ومشوقة، وكانت تحتاج إلى التخطيط والحركة السريعة، مما جعلها شعبية جدا بين الأطفال في ذلك الوقت. عندما جاء صانع المسلسل الكوري لعبة الحبار في سنة 2021، أخذ فكرة هذه اللعبة التقليدية، ولكنه أضاف إليها حبكة درامية مروعة ومثيرة للتشويق. تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مالية وديون ضخمة. يتلقون دعوة غامضة للمشاركة في سلسلة من الألعاب التقليدية الكورية، مثل لعبة الحبار ولعبة الضوء الأحمر، الضوء الأخضر. مع أن الألعاب تبدو بسيطة، إلا أنها تحمل خطرا كبيرا، أي خسارة فيها تعني الموت. الفائز الأخير سيحصل على جائزة مالية ضخمة تكفي لحل كل مشاكله. حقق المسلسل نجاحا هائلا على مستوى العالم، وأصبح موضوع حديث الجميع، لما يحمله من رمزيات وقصص عن العدالة الاجتماعية والفارق بين الطبقات. على الرغم من أن لعبة الحبار في المسلسل خيالية، إلا أنها استوحت فكرتها من لعبة حقيقية كانت جزءا من ذاكرة الطفولة في كوريا، وتحولت في المسلسل إلى قصة درامية تحمل